في القادسية أتى بالجيوش فاعترض نهر دجلة، قالوا يا أبا إسحاق نهر دجلة أمامنا، لأن الصحابة جو ما هم بهالنهار في الجزيرة، ما عندهم فارس يعرفون يمدون الجسور يحطون حبال. قال ما يمدينا الحين كيف يبون الجسر الآن؟ نبغى الجسر 6 شهور ولا سنة. قال عندنا حل. قال إيه؟ قال بسأل الواحد الأحد أنا وسوف تجري الخيول. قالوا على النهر؟ قالوا يتجمد النهر. نعم هذا قوم يتجمد لهم الماء، قوم تطفى لهم النار، يعني وفد يعني هم أمة خرجت للعالمين. فأتى الجيش قال إذا قلت لكم تركب الخيل فاركب. قال بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، يا خير الله اركبي. فتوقف النهر وسار أرضا يبسا، بل قال بعض أهل العلم توقف النهر ومشوا عليه ومشى العسكر ومشت الخيول. يقول أحد السلف والله ما فقدنا إلا مخلاه لرجل من العسكر من الجنود فوجدناها معلقة بشجرة في دجلة فأتينا فأخذناها، والله ما ضاع علينا شيء حتى فانتصروا نصرا مؤزرا على جيش فارس، نصرا ما سمع الدنيا بمثله. قال أبو الحسن ندوي عند هذا المشهد في كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، والله إني ما أعجب من أن الصحابة دخلوا في النهر ثم خرجوا ولم تبتل ثيابهم ولا خيولهم بماء. أعجب من ذلك أن الصحابة دخلوا في الدنيا وانغمسوا فيها وفتحوا الفتوح ودوخوا الممالك ثم خرجوا من الدنيا ما تلوثوا منها بشيء، مثل أنهم ما تلوثوا من النهر وما انغمسوا من النهر وما أتاهم من الماء بشيء وخرجوا في انتصار. لما خرجوا في الجهة الثانية أول ليلة وسووا من سعد بن أبي وقاص طبعا يقود المعركة، أتوا ينامون فأرسل رستم قائد فارس جاسوس قال اذهب إلى جيش المسلمين دور بينهم والبس عمام مثل يعني لبس العرب، واذهب إلى جيشنا وأخبرني. فلبس عمام وأخذ قوس، كانوا من الصحابة، وأتى يدور، وإذا مجموعة من الصحابة يقرؤون القرآن ويفسرون، ومجموعة مستقبل القبلة يصلون، ومجموعة يدعون الله عز وجل، ومجموعة ساجدين، ومجموعة راكعين. هذا العسكر الجيش اللي بيأتي الصباح بيفتح، هذا جيش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى جيش فارس وإلى ناس مخمورين وناس باقي يشربون الخمر وناس مدري يلعبون لعبة من لعب فارس. فأخبر رستم قال هذا الهزيمة، يعني لأن العقلاء يدلون على هذا قاله. وفي الصباح قال قبل ما نبدأ المعركة دعوني أرسل لسعد يرسل لنا رجل نشوف عقول هذا هم صاحيين. يعني كانت فارس هي دولة مثل أمريكا الآن تحكم العالم العربي، هم يعني هم من جدهم البدو ذولا بيأخذون مملكتنا مرة واحدة دفعة واحدة. هم كانوا يأخذون الجزية عليهم ترى، وكان إذا عصى واحد يأخذون من القبيلة 50 يسجنون. ما يقدر أحد يتكلم، قبائل متفرقة، قبائل سلب، قبائل نهب. الآن صار في دولة، صار قيادة، الخليفة في المدينة والقائد العسكري سعد، وهذاك منظم السرايا والقلب والميمنة والميسرة وعلماء وشهداء وشعراء وحفاظ قرآن حضارة رسالة تدريس تعليم. جاء الجيش فأرسل لسعد قال أرسل لي أحد من أصحابك أتفاوض معه، وقال له عنده القساوسة والبطارقة صفوا ذات اليمين ذات الشمال ارهبوه يعني. وجاب السيوف مسلولة لعسكر، السيف يلتقي بالسيف بصماطين، وقال ادخلوا علي. سعد بن أبي وقاص قال يا ربعي قم، ربعي من آل من حدهم، اذهب إليه. فقام ربعي معه رمح في لفافة حتى ما في جراب، هذا اللي بيفتح الدنيا، وثيابه رضي الله عنه ويحفظ القرآن وفصيح، والسجود نعم هنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال اذهب تكلم مع رستم. فذهب بقلب وبفرس، الفرس يقولون كان هزيل لكن الرجال عليه رجال كرام فوق الكرام كرامه. ويوم قرب من البساط وقفز كأنه أسد، وإذا ثم أخذ الرمح يخرق به الوسائد ماشي، ما في قضية بروتوكول وانتبه وما تنتبه، ووقف قدامه. قال هيه يقول رستم والمترجم ترجم ماذا جاء بكم؟ والله إن عند الصين يحلف لهم مدري حضارة وفن وبناء والروم والحابش إلا أنتم يا العرب، فإنكم أنتم أهل تأكلون الجعلاء وتأكلون الميتة وأهل سلب وأهل نسب، والله إن كنا ندفع فيه وأكلناكم وشربناكم وتدفعون الجزية، لكنكم خرجتم عن الطاعة، خرجتم عن طاعتنا. فلما انت قال اسمع إن الله ابتعثنا، خلاص رحلة قوية ثورة الآن الثورة الكبرى، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلما سمع ارتج المكان، فقال والله ما تغادر، يريد هينه حتى تحمل من تراب المخيم على رأسك وتعطيه سعد هدية، تراب يعني حقكم يعني قدركم تراب.
فحملوا له تراب فأخذه في محفة عنده مزمل مثل الصحن أو كذا، وذهب إلى سعد فضحك سعد ضحك الجيش. قال هذا تسليم الأرض، هذا تسليم الأرض. بشر سلم الأرض، صدق، لأن هذا المعبرين في الرواية إذا جاك واحد سلم لك تراب يعني سلم الأرض. وبدت المعركة وسلم الأرض بشركم، وانهزموا ودخلوا الصحابة كان إيوان كسرى الذي كان يحكم فيه ويحكم العالم فيه، وهو مثل البيت الأبيض الآن، وكان عليه ذهب، وكان في أشياء عجيبة، حتى السفرة التي وصلها لعمر بن الخطاب سفرة الطعام فيها زبرجد وفيها ذهب، بكى عمر قال والله إن قوما بلغوني هذه الأمانة نؤمنا، والله نؤمنا. كيف ما أخذوها يعني لما سرقوها؟ يقول قوم جايعين الجيش نفسه ومحتاجين ويأتون بالسفرة كلها بذهب وزبرجد ولؤلؤ ومرجان، سفرة كسرى اللي يكون عليها يحكم العالم كسرى، والله إن قوم بلغونا هذه السفرة إنه أمناء، والله إنهم أدوا الأمانة. يوم شاف سعد الإيوان قدامه قال الله أكبر فانصدع الإيمان من رأسه إلى آخره. ثم أتى سعد فسجد صلى ركعتين في الإيوان، ثم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناه قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. واستمرت الفتوح رحلة عجلة من كرة من الثلج تتدحرج وتطوي الأمم أمامها، ونصل بأجدادنا سور الصين العظيم، ويصلي الصحابة في السند والهند، ونصل الحمراء والزهراء وطاشكند ونبني القيروان، ونصلي في الزيتونة، ونخطب في صنعاء، ونكبر في دمشق، وتحتفل بنا القاهرة، وتحيينا العالم، وتسبح معنا صحراء إفريقيا، لن تنسى صحراء إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. يقول محمد إقبال كنا نرى الأصنام، هذا صنم داهر في الهند لأنه عنده 1000 صنم، وقال للقائد محمد بن القاسم أنا بعطيك هذه الأصنام مخلى لنا من ذهب. قال إيه؟ علشان يوم القيامة يدعيني ربي اشتري الأصنام، أنا أبيع الأصنام إلا بكسرها عشان الله يدعوني يوم القيامة كسر الأصنام، أحرقك وأحرقك عليها وأحرقكم عليها. قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحاز كنزا وصاغ الحلي والدينار.